بقالنا 13 سنه بنلعب بره بورسعيد. كيمبس ده كان لعيب ارجنتيني مشهور جدا. النهارده من نجوم الكوره في نادي المصري، نادي المريخ، نادي الجمارك، نادي بور فؤاد. مين هو كابتن علي حسنين ومشواره في كرة القدم؟ اهلا وسهلا بحضراتكم. انا علي حسنين، شهير بعلي كيمبز. انا بدايتي سنه 74 بدات في ناشئين النادي المصري تحت 16 سنه. كان بيدربني الكابتن محمد شاهين، كابتن النجم الكبير، نجم الستينات في منتخب مصر. وبعد كده انتقلت للمرحله الاكبر مع الكابتن مدحت فقوسه. وسنه 76 انا مشيت رحت نادي المريخ، وبدات في المريخ، لعبت معاهم سنتين، وبعدين لعبت النادي بور فؤاد سنه 79. قعدت معاهم موسم، وبعد كده بدأ نادي الجمارك يعمل فريق ننزل بيه للدرجة الثالثة، مع ان انا كنت بور فؤاد بلعب في الدرجة الأولى. فسبت نادي بور فؤاد ورحت للجمارك، لان انا كنت ساعتها موظف في الجمرك. بدأت اتعينت وبقيت موظف في الجمارك. فقالوا يا جماعة اي لاعب بيلعب في أندية خارج في اي نادي بره الجمارك يجي، لان احنا كجمارك عملنا فرقة وننزل بقى الدرجة الثانية. وفعلا ورحت ولعبت النادي الجمارك، واستمر بقى العطاء بتاعي، وقعدت حوالي اكتر. طلعنا من نادي الجمارك من الدرجه الثالثه، الدرجه الثانيه، الدرجه الاولى الممتاز به. واستمرينا، يعني كان تاريخ طويل في نادي الجمارك. لغايه بعد كده ما مشيت رحت تاني، انتقلت لنادي اسمه الشبان المسلمين، كان بيلعب برضه في الدرجه الثانيه. لعبت معاهم موسم، وبعدين انتقلت لنادي اسمه حرس الحدود، اللي هو السواحل سابقا، بس بتاع بورسعيد مش بتاع اسكندريه. لعبت برضه معاهم موسم في حرس الحدود، وبعدين انتقلت بعد كده لنادي في الشرقيه اسمه مركز شباب الحسينيه، وكانوا بيلعبوا في الدرجه الاولى به. ولعبت معاهم برضه موسم، وبطلت سنه 90. واتجهت بعد كده للبطولات المصالح الحكوميه والشركات مع فريق الجمارك. يعني كانت الانطلاقه من النادي المصري. النادي المصري. طب ايه علي كيمبس؟ بس ده كان لعيب ارجنتيني مشهور جدا. كان بيلعب في كاس العالم فريق الارجنتين سنه 78، كاس العالم 78. وكان كيمبس ده كان في شبه مني. انا كنت رفيع، وكنت سريع، وكان شعري طويل. فانا شعري طويل، كان كيمبس ده كان فيه نفس الملامح بتاعتي. انا ما كنتش اعرفه لسه، بس في يوم انا رايح التمرين فلقيت زمايلي بيندهوا عليا: كيمبس كيمبس ولا كيمبس، انت شوف مين كيمبس يا جدعان؟ انا ما شفتوش، ده لعيب في الارجنتين اسمه كيمبس، وفي شبه منك جامد، ونفس الشعر ونفس الجسم بتاعك. فانا بدات اتابعه، ومن هنا اتشهرت بقى كلمه كيمبس. لغايه دلوقتي كل الناس اللي تعرفني ما بتندهليش الا بكيمبس. جميع صحابي اللي لعبوا معايا، جميع زمايلي في العمل، وخدت اللقب دون واتشهرت بيه. لغايه الان انا ما زلت علي كيمبز، حتى الدرع التكريم بتاعي من نادي عايزين الجمارك. نشوف بقى العظمه ديت، نشوف تكريم لقدامى الرياضيين بنادي الجمارك، تكريما لعطائهم طول السنين دي. و طيب الميداليات بقى، الميداليه برضو من نادي الميداليه دي الجمارك. برضو اهداء من نادي الجمارك. عين ادي الاهداء اهون بتاع نادي الجمارك، وده تمام. الشعار بتاع النادي، شعار نادي الجمارك، وده الاهداء اهو. طب والميداليه الثانيه اللي هي الميداليه الثانيه دي انا كنت في دوره في القاهره. يعني دي الصوره بتاعتي وانا في النادي المصري، ملعب النادي المصري القديم. دي في ملعب النادي المصري القديم، دي ايام عز كيمبس بقى. تمام. في كمان في الصوره دي برضه ليا وانا في نادي الجمارك.
كنت برضه لسه في نادي في الجمارك. دي نادي المصري. ودي في النادي المصري. كنت بقى ما ارتكازك في الملعب إيه يا كابتن؟ انا كنت بلعب وينج رايت. كان زمان الاداء بتاعنا، كان زمان الاداء ان لازم الوينج رايت ما بيسيبش خط اللاين. كان وينج رايت وينج ليفت وراس حربه. اه فانت كنت الوينج رايت ده كان على طول على خط المرمى، خط اللاين ما بيسيبوش. وكان مهمته ان الكره بتترمى له، هو يجري على الخط، يعدي المدافع، يعمل الاوفر لراس الحربه، وراس الحربه بقى ايه، يبدا يتعامل هو مع الاوفر اللي انا برفعه، او خط النص هو جاي والكلام ده. طيب. والصوره دي كان كاس بطوله واحنا في الجمارك، كاس المصالح الحكوميه والشركات. ده في نادي الجمارك. طب والشهادات بقى يا كابتن؟ الشهادات انا كنت لما جيت قرب ما بطل، كنت عملت دراسات في اصابات الملاعب والعلاج الطبيعي والاسعافات الاوليه. دي اخذتها من دوره هنا كانت بتتعمل اللعيب قبل ما يبطل، سواء بتاخد دوره تدريب او بتاخد دوره علاج طبيعي او دوره اداره. انا كنت حابب ان انا اشتغل في العلاج الطبيعي واصابات الملاعب بعد ما بطلت. بعد كده في معايا بقى شهاده تكريم. دي شهاده تكريم وشكر من نادي الجمارك. اه شكرا على مجهودي وعطائي طول السنين اللي انا قعدتها في نادي الجمارك. ودي برضو شهاده تكريم تانية هي من نادي الجمارك برضو، شكر وتقدير وتكريم من نادي الجمارك. هو ده مجمل العطاء بتاعي والسنين كابتن اللي انا قعدتها. كابتن علي، عايز بس الاول عايز يعني اسال حضرتك سؤال. عايز اقول لك انت ايه يعني رايك في النادي المصري حاليا، في تشكيل النادي المصري وادائه الموسم ده؟ التشكيل يعني اولا دي بترجع للمدرب. تشكيل الفريق هو المسؤول عن التشكيل، هو اللي ليه الرؤيه اللي يقدر يحدد بيها المستوى والاداء بتاع اللاعبين اللي بيختارهم. فهو ادرى من اي حد تاني. يعني في ناس تقعد تفتي كتير ويقول لك كان ده يلعب، لا مش عارف كان يبدا بمين. لا، دي رؤيه مدرب، هو اللي شايف، هو اللي ادرى مننا. هو اللي قاعد مع اللعيبه 24 ساعه، عارف مين اللي كويس وعارف مين اللي يأدي وعارف مين اللي. هتتوقع للمصري مركز في الدوري؟ والله احنا ينافس اهلي، زمالك، بيراميدز ان شاء بيراميدز؟ الله باذن الله، مع السكواد الجديد اللي شغال، مع المدرب الجديد، مع الامكانيات اللي موفرها لنا المستر كامل ابو علي. ما بيبخلش على الفريق بصراحه باي حاجه. نقدر احنا. وبعدين في كمان نقطه، استقرار النادي المصري في بورسعيد وعودته للتدريب في بورسعيد، واللعيبه تحس ان هي بتلعب لنادي باسم مدينه زي بورسعيد، افضل بكتير من كان قعدهم مثلا في معسكر في القاهره. هنا الاستقرار هيخلي الجماهير تلتف حواليهم، هيؤدي لاستقرار نفسي، واللعيب يحس ان هو بيلعب باسم نادي بتاع مدينه كبيره. خلاف ما هو كان في معسكر في القاهره ما هوش حاسس بالكلام ده. الجماهير بتروح له بس ساعه الماتش وتخلص وتاخد بعضها وتمشي. لا، هنا في التمرين الجماهير هتلف حواليهم، هتشجعهم، هيشوفوا حب الجمهور بتاع بورسعيد. وجمهور بورسعيد يعني بالذات، انت عارف حبه للنادي المصري وعشقه للنادي المصري ازاي يعني. طبعا بكره في مباراه بيراميدز والمصري، انت تعليقك ايه عليها؟ والله هي ماتش صعب، يعني بيراميدز انت عارف هو عنده سكواد كويس جدا، عنده اكتر، يمكن اكتر فريق عنده مجموعه لعيبه مميزين. بس في مشاكل حاليا، مفيش استقرار هو نتيجته يعني هو تعادل ماتش وكسب ماتش. احنا الحمد لله ربنا وفق وكسبنا اول ماتشين. فربنا ييسر نكسب ان شاء الله بيراميدز بكره. دي يبقى نتيجه جميله جدا، وهتدي دفعه كبيره جدا للنادي المصري ان هو يقدر. واحنا محظوظين على فكره مع بيراميدز، نتائجنا كلها بتاع السنين اللي فاتت لصالح النادي المصري. ان شاء الله ربنا ييسر. تعليقك ايه على اداء الكابتن المدير الفني الجديد؟ الكابتن الكوكي هو مدرب تونسي. والتوانسه معروفين بالحماس بتاعهم والجديه في الاداء.
فان شاء الله ربنا يسهل ان فكره يوصل للعيبه، ويقدر ان هو يكون فاهم اللعيبه واللعيبه فهمته، وبالاداء ان شاء الله الرجولي تتحقق النتائج والاستقرار، اللي زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان الاستقرار في بورسعيد والتدريب في بورسعيد وبحضور الجماهير هيؤدي الى هيفرق. نتائج ان شاء الله جميله باذن الله. مع كمان ربنا ييسر الملعب يخلص ونرجع لملعبنا، هتفرق معانا كتير جدا. هيبقى لنا 13 سنه بنلعب بره بورسعيد، عمرها ما حصلت ان نادي ياخد عقوبه ويلعب بره بورسعيد 13 سنه. مش شحطاطين من هنا لهنا، من برج العرب للسويس مش عارف ايه. حتى طلبنا نلعب في استاد اسماعيليه مش عايزين نلعب في اسماعيليه، مش عارف ليه. فاحنا دلوقتي بنلعب في السويس، ماشي مش مشكله. السويس حلوه والشارع حلو علينا برضه. ان شاء الله يبقى في نتائج احسن. باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن، وشكرا جدا على اللقاء الجميل ده. حبيبي الله يخليك، انا اللي بشكركم. حبيبي يا كابتن. متشكر.